السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، بس مش هنعمل أكل النهارده هنعمل روتين كده. هو مش خفيف، هو تقيل شوية، بس يا رب يعجبكم إن شاء الله. أنا عندي الشقة هنا بقالي 15 يوم ما كنتش موجودة، كنت عند والدتي، كنت تعبانة شوية، واخويا رب يدعوا له كده بالشفاء يا رب كل متابعيني. بصوا الانتريه، بصوا التراب يا جماعه، بصوا دي اللي الركنه اللي انا عملتها معاكم. بصوا التراب، بصوا وعندي هنا الترابيزات وكل حاجه التراب. طبعا انا ما بسيبش شقتي كده خالص، يعني كده بالنسبه لي 15 يوم دول ولا 20 يوم كانهم سنه بالنسبه لي. بصوا التراب، بصوا التراب. هنبدأ كده مع بعض. هنا هننضف كده الشباك عندي، انا بنفض وهرجع اغسلهم كمان، هغسل الشبابيك دي. بصوا زي ما انتم شايفين، بصوا التراب هننفضها كده، وهنبدأ كده مع بعض زي ما انتم شايفين. هنفضه وانضفه واوريه لكم بعد ما يتنضف. زي ما انتم شايفين، بجيب الفرشه دي كده، ما بكتفيش عندي بالقماشه، بس انا بنضف كمان بالفرشه دي بتنضف معايا. هنضفه وهغسله وهوريه لكم. الفيديو بتاعنا النهارده كله نشاط وحيويه كده، زي ما انتم شايفين كده. هنزعف عندي الحيطان بالشكل ده كده. انا من الناس الموسوسه، يعني بصوا اي فتفوت التراب ما بحبهاش. الفيديو بتاعنا ان شاء الله النهارده كله نشاط. اللي مكسله تقوم تنضف، وراها حاجه تقوم ما تكسلش. زي ما انتم شايفين كده، لازم نجيب الزوايا دي كده كلها بالشكل ده كده. عندي هنا اهو، هنكمل ده كده كمان. وعندي هنا البلكونه، اخش على البلكونه، هعمل البلكونه اول حاجه عشان خاطر لما اعمل جوه ما تبهدليش الدنيا تاني. زي ما انتم شايفين كده. بصوا البلكونه عندي هوريها لكم. بصوا التراب، بصوا هننضفها بقى وهوريها لكم بقى. بصوا عندي هنا اهو، دي ظرفه بخزن فيها الثوم والحاجه، هنضفها وهنلم الزباله. زي ما انتم شايفين كده كنستها، ننفض معانا كده. مليانه تراب. نضفت، نقلت الثوم فوق اهو زي ما انتم شايفين كده اللي انا مخزناه. دي ظرفه مخليها كده، وفوق خالص جوزي باين فيها عده وحاجات ليه. دي في البلكونه عندي صغيره، عشان كده بصور من غير الرينج لايت. الاماكن الضيقه دي بمسك انا، نفض كده اهو، وبعدين نغسلها ان شاء الله. بصوا مسحتها بحته مبلوله، نتفض خالص اهي معانا. نجيب كده نكنس بقى البلكونه. عندي هنا اهو، نكمل هنا. عندي بقيه الروتين بتاعنا. عندي دي الاوضه التانيه، اوضه الاطفال. بصوا التراب، بصوا يا جماعه، بصوا. عشان انا عندي هنا بقى هنا عندي اهو. انا بفصل الفيديو عشان ما اطولش عليكم، عشان ما عنديش البرنامج اللي بيسرع الفيديوهات. هنمسك كده معايا الشباك ده كمان ننضفه. هنضف هنا واوريكم برضو. انا هكمل بقى وهوريكم بقى انا وريتكم قبل وهوريكم بعد ان شاء الله. بس هنعمل الشباك زي ما قلت لكم، انا بنضف بالفرشه وبنفضه وبعد كده بغسله. هوريه لكم بعد ما اخلص. دي كده الشكل النهائي بتاع اهو البلكونه زي ما انتم شايفين. ادي الشيش غسلناه ونضفناه، ما بقتنعش غير لما يتغسل. بنفضه وبغسله برضه اهو ونضيف اهو زي ما انتم شايفين. الارض والدنيا تمام. انا بقى هكمل الفيديو لسه. بصوا شلت الفرشه اهو،
حتى الركنه لسه هنضف واظبط. المخدات دي انا كنت غسلاها قبل كده، لما تتوسخ شويه، لما تتوسخ هغسلها معاكم في الفيديو كده واوريكم بنضفها ازاي ان شاء الله. المخدات دي فايبر. انا هكمل بقى بقيه الشقه وهوريكم الفيديو لما يخلص ويا رب يعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد. وده كده الشكل النهائي بتاعنا اهو للشقه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا شوفوا طبعا ما كانش متنظمه كده. بصوا الكومودينو اللي كان عليه تراب كتير، بصوا نضيف ازاي. بصوا ده كده الشكل النهائي بتاعنا اهو للشقه. شايفين تمام، كله تمام. نخش على الاوضه التانية. ودي الاوضه التانية. بصوا الركنه الاول كانت عامله ازاي وكانت مليانه تراب، نضفت وتصبنت واتنشفت. انا عملت معاكم فيديو قبل كده تنظيف الركنه، بس انا مبقتش بستخدم ليفه سبونج يا اما قماشه ناعمه عشان خاطر ما تجرحش الشمواه ده. وده بيتغسل، ده انا بشيله ساعات واغسله. دي سوسته من ورا. شايفين الشباك نضيف وجميل ازاي. شايفين الدنيا كله تمام. والنيش كان مليان تراب برضو نضفته وخليته زي الفل. اوريكم الصاله معايا بقى كمان. ادي الصاله الركنه بتاعتنا اهي. الصاله بقت جميله. هنا كمان اوريكم الاوضه التانية. التنظيف يا جماعه، دي الاوضه التانية اهي، دي اوضه النوم بتاعتي. تمام. التنظيف يا جماعه مش ان انا اكنس وامسح واعلق ستاره وخلاص كده كده انا نظفت. لا، التنظيف ان انا بمسك البيت حيطان وارضيات وتنظيف وتنفيض ومسح حيطان، او لو بتتصوت او تصبين حيطان، هو ده التنظيف. وتصبين سيراميك والمطبخ والحمام. هوريكم الحمام. طبعا الحمام ما كانش كده، بس انتوا شايفين السيراميك بيلمع. تعالوا معايا كده اوريكم المطبخ. بصوا فاكرين شكل الارض كان عامل ازاي. كل ده اتنضف. التربو دي برضه اتنضفت، كانت متبهدله. الفرن عندي هنا نضف. الشفاط والشباك كمان كله تمام. المطبخ كل حاجه، في كل حاجه اتصبنت، حتى البرطمانات دي اتغسلت. والحيط السيراميك هنا اهو كله تمام. يعني كل حاجه اتنضفت وبقت زي الفل. بصوا الشكل والنظام. اهم حاجه كمان النظام في الفرش، وحاجه مهندمه ومنظمه كده. وده كان الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله هقدم لكم كل جديد. استنوا مني كل جديد، بس ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.